السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحشتوني 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 جدا. انا مش عارفة اقول لكم انا جاية ازاي بالفيديو ده بحماس وورايا ناس بتدعمني، ورايا ناس بتساندني واقفة ورايا، ناس بتقولي استمري، ناس بتقولي انت قدها، ناس بتقولي هتحققي حلمك. انا جاية فرحانة جدا. النهاردة بقى جاية لكم بفطار جديد في رمضان شهر الخير. هنعمل النهاردة حواوشي. ده عيش برد انا كنت جايباه عشان هنحشي لحمه، وجايبه بصل وحته دهنه ضاني وشطه حمراء والتوابل بقى. بص، اول حاجه هعملها ان انا هضرب البصل في الكبه علشان ايه، يبقى ناعم خالص كده، ان احنا نخلطه باللحمه. تمام. انا عايزه اشكركم جدا على التعليقات بتاعتكم، عايزه اشكركم على دعمكم. انا لو هسيب الفيديو ده ومش هقول انا بعمل ايه، بس انا طالعه مبسوطه جدا بدعمكم ليا، مبسوطه ان انا بقرب من حلمي، بقرب من هدفي، بقرب من تحقيق اللي انا طالعه علشانه. ربنا يخليكم ليا يا رب، ويجعلكم دايما في ظهري وسند ليا وداعم ليا. نرجع بقى للفيديو، لان انا لو فضلت اشكر فيكم من هنا للسنه الجايه ده مش هيكفي. بصوا، انا هنا ضربت البصل نعمته، هحط بقى اللحمه، بس هحط حبه حبه عشان الكبه. ومع اللحمه هحط حته ليا ضاني بتخلي الحواوشي او العيش بلحمه في حته تانية خالص. بصوا، انا هنا كنت بضرب والجوجو بتقطع لي فلفل اخضر. بصوا بقى، انا نعمتها جدا، فهحطها بقى في الطبق اللي قدامي ده الكبير ده. بصوا ناعمه وجميله ازاي، وضربتها مع البصل برضو، مع ان هي اللحمه مفرومه، بس انا حبيت اضربها تاني مع البصل. هنكمل بقى الجزء اللي باقي، بقيه اللحمه وبقيه الدهنه، ونحط بقيه الفلفل الاخضر. هحط الفلفل الاخضر بقى كله، بصوا زي ما هو كده. جوجو كانت بتقطعه صغير، قلت لها لا زي ما هو، علشان كده كده هنحطه في الكبه. ودي بقيه الدهنه اللي هي الضاني جميله جدا، كنت شاريها من عند الجزار. وهضرب كله بقى في بعضه كده، علشان ايه، تبقى معايا عجينه حلوه قوي ان انا احشيها في العيش وتستوي معايا بسرعه. فاهمين؟ الحواوشي ده كان جميل جدا ومقرمش ومستوي وحاجه كده تغيير، يعني بعيد بقى عن اللحمه وبعيد عن الفراخ بعيد عن السمك. ده كان تغيير، والتغيير مطلوب علشان ما نزهقش، لان احنا بنبقى صايمين ومش دايما عايزين، يعني مطلوب التغيير. فاهميني؟ بصوا هنا بفضي بقى الكبه كلها من البواقي اللحمه، خليتها ناعمه جدا جدا. هحط لها بقى التوابل، فلفل اسمر، ملح، جوز الطيب، ما حطيتش ازيد من كده. وهمسكها اقلبها كلها في بعضها. بص، انا بشتغل بايدي لان ده اكل انا بعمله لاولادي، وكل الامهات وكل الستات وكلكم بتشتغلوا في المطبخ بايديكم. هنا حطيت شويه شطه عشان احنا بنحبه ايه، سبايسي شويه كده، يعني مش قوي عشان برضو عيالي يعرفوا ياكلوا. بصوا هنا خلاص، هحطه بقى في التلاجة شويه يجمد بس معايا كده عشان كان طريه قوي. وهنا جوجو كانت بتقطع العيش بتفتحه، بصوا بتفتحه ازاي كده علشان نحشيه. فاهمين؟ هتفتح العيش كله علشان لما نيجي ايه نحشيه. هنا بقى خلاص كان عدى بتاع ساعة تقريبا ولا ساعة ونص، واللحمة هنا جمدت شوية. همسكها بقى اعملها كور كده واحطها في العيش. بصوا ازاي، جربوا الطريقة ديت بجد. انا كنت بخاف الاول اجربها، بقول لا مش هيستوي، بس جميلة. انا هنا كنت مكترة اللحمة في الاول، بس قلت لا ايه، اخففها شوية علشان تستوي مني، وفي نفس الوقت كان مليان برضو حلو. فاهمين؟ بصوا هبطط برضو الرغيف كده من بره علشان يبقى اللحمة متساوية في كل الاجزاء بتاعة العيش. بصوا هبططها ازاي، بصوا المنظر. بصوا هنا خلصت الكمية كلها، ما برضاش اطول الفيديو علشان ما يطولش وتزهقوا مني. هنا دي الكمية كلها اللي انا عملتها. تعالوا بقى نشوف احنا هنسويه ازاي. بصوا ما شاء الله، عمل معايا كمية حلوة، وده كان رغيف كبير كده عملته لابو مصطفى. بصوا هنا بقى جبنا صينية. ابو مصطفى طبعا انا رجعته للقناة بتاعته تاني، كان بيصور وكده، بس كان ايه، مش حابب يصور، بس انا بدعمه وبشجعه زي انتوا ما بتدعموني وتشجعوني. هنا عماله العب في الاضاءه بقى، اعمل شويه وهو واخد مني الحامل، فقلت له مش مهم، فداك الدنيا كلها يا ابو مصطفى يا غالي. بصوا هنا انا حطيت الصينيه، حطيت فيها شويه زيت صغيرين،
ورصيت بقى العيش زي ما انتوا شايفين كده. على فكره ممكن يتعمل في فرن البوتاجاز، بس هقول لكم بقى عيب فرن البوتاجاز انه بينشف قوي، بيبقى مقرمش قوي. وطبعا احنا صايمين ما ينفعش ناكل حاجه مقرمشه كده قوي زياده عن اللزوم، فاهمين؟ منور يا ابو مصطفى والله. كان فاتح بس في الوقت ده. بصوا هنا جبت له السمنه البلدي والفرشه وبقى يدهن كده ايه الوش ويقلب علشان تبقى حلوه كده، فاهمين؟ وتبقى طريه كده بصوا ما شاء الله بيتقلب على الوشين حلو قوي. ابو مصطفى دايما ينورني في المطبخ. وهنا برضو قلنا ايه نحمر بطاطس وهنحضر طحينه. الحواوشي لازم طحينه، احنا مش بنعرف ناكله من غير طحينه وبطاطس بالكاتشب ومخلل، بيبقى طعمها زي العسل. بصوا هنا كان خلص خلاص، اللي بيطلع برصه بقى عشان ايه المغرب كان خلاص اذن. بصوا طالع شكله عامل ازاي، كان تحفه والله العظيم، كان زي العسل. بصوا مستوي اللحمه عامله ازاي، وكان حراق حاجه بسيطه كده، ولا الدهن الضاني كان طعمها عسل. بصوا المغرب كان اذن اصلا، وانا ما شاء الله كنت نازله اكل بقى خلاص مش قادره. دي بقى اكلتها لابو مصطفى، قلت له دوق. وده كان فطارنا. بصوا طحينه، انا غمقت الاضاءه شويه علشان تشوفوا المنظر. حواوشي وبطاطس بالكاتشب ومخلل وطحينه، كان احلى فطار. ولسه بقى على النار كمان، يعني لسه الكميه ما خلصتش. وده ابو مصطفى مستمتع معايا بالوقفه وبيديني اجواء حلوه. وده كان الفيديو بتاعنا وكان فطارنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ومع السلامه، بحبكم.